السلام عليكم، الله يعينكم شباب. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي واخر البلعبيه، اخر اخبار البلعبيه اللي ينشطوا في اوروبا. ما تنساوش بالطبيعه اللايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم. 3000 مشترك، يا الولاد خلينا نوصلوا 10000 مشترك ان شاء الله القناه، ونصور لكم بالكاميرا ان شاء الله. خلينا نشوفوا بالطبيعه الخبر الاول. سيدي طارق ذياب يختار افضل تشكيله لمنتخب تونس. عمكم طارق ذياب فهمتني؟ لا بالك لا وسع، قال لكم خويا انا تو باش نختار التشكيله المثاليه لمنتخب تونس. خلينا نشوفوا بالطبيعه شكون هي التشكيله. سيدي كما تشوفوا هاي تصوير طارق ذياب يختار التشكيله الافضل. خلينا نشوفوا شكون في حراسه المرمى. بالطبيعه في التاريخ طارق ذياب يختار التشكيله الافضل في تاريخ منتخب تونس. شكون حسب رايك في حراسه المرمى؟ سيدي حراسه المرمى رفض ذياب المفاضله بين الصادق الساسي المعروف بعتوقه وشكري الواعر، معتبر ان كليهما يستحق مكانه في التشكيله التاريخيه. معناها حسبهم بزوز فهمتني، هذوك من احسن الجارديانات. في الديفونس شكون اختار ذياب في الجهه اليمنى؟ حاتم الطرابلسي. اسند الجهه اليسرى لشكون؟ الله يرحمه الهادي برخيصه. اضافه الى قلبي الدفاع الثنائي شكون؟ خالد بن يحيى وراضي الجعايد. ذوما احسن ديفونسولات مروا على تاريخ تونس، هذا حسب طارق ذياب. سيدي خلينا نشوفوا في خط الوسط شكون اختار؟ نجيب غميز ونبيل معلول وحمادي العقربي، وهم من ابرز الاسماء التي تركت بصمتها في تاريخ الكره التونسيه. عندكم طارق ذياب شكون اختار في الوسط؟ اختار نجيب غميز نبيل معلول وحمادي العقربي. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. بالطبيعه في الاتاك شكون اختار؟ ثلاثي طاهر شايبي وتميم الحزامي وزياد جزيري في توليفه تجمع بين المهاره والنجاعه التهديفيه. حسيلوا طارق ذياب اختار لكم فهمتني التشكيله هذه فهمتني. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي شكون ياخذ قائمه موسعه للمنتخب الوطني التونسي في قادم المواعيد مقترحه من لطفي الرويسي. عمكم لطفي الرويسي اقترح القائمه ذي. هاي القائمه قدامكم، وقفوا الفيديو على رواحكم وتفرجوا. شطر الملاعبيه مازالوا ما جاوش لتونس، مازالوا ما وافقوش على تونس. حاسلوا هاي القائمه موسعه قدامكم وشوفوا اللي يستاهل بلاصه في المنتخب ولا. قدامكم القائمه، رجلوا اموركم، اكتبوا لي في التعليقات احسن قائمه، احسن تشكيله من الاسامي هذم الكل، باللي فيهم موجودين، باللي قبلوا تونس وباللي ما قبلوش تونس. اكتبوا لي في التعليقات احسن تشكيله، وبالطبيعه التشكيله اللي ماخذه اكثر جيم، تعليق لاكثر جيم هذاك هو الرابح. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي خاص بصفحه وين عائلات ووكلاء تعرقل انضمام 3 لاعبين لمنتخب تونس. شكون هم 3 لاعبين هذوما؟ معروفين 3 لاعبين شكونهم؟ شكون الملاعبيه؟ موافقه رسميه من لاعب يونيون برلين. شكون وسط يونيون برلين؟ راني خضيره. متفاهمين فيه راني خضيره، قال لكم الشرميتي يتمسك بخيار البرتغال. هاكم مازال فهمتي مكبش في البرتغال. تعثرت المفاوضات مع يوسف الشرميتي مهاجم جلاسكو الذي يتمسك بانتظار فرصه مع المنتخب. هذاك راني قلت لكم الاولاد، هذاك علاش يماطلوا فينا، راهو يستناو في دعوه من المنتخبات الاخرى. هذيك هي ظاهره من الاخر الحكايه، من غير ما نكسروا رؤوسنا ياسر. كاهو ما علينا، كان نستناو مانا خاسرين حتى شيء. كان عيطت له البرتغال برا خويا فهمتي رجل امورك، ما عيطتلكش خويا مرحبا بيك في تونس. وكاهو الله غالب باش نعمل باش خليو جوار هكاك. لا 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 مانيش باش نعيطولك خاطر انت ما اخترتنيش من الاول. وكلوغ هذيك كل لا ما تمشيش، راهو الحكايه هذيك ما تمشيش. السيد فهمتي حط روحك في بلاصتو، انت تنقد فيه، حط روحك في بلاصتو. تصور انت عندك 0.1% نسبه باش البرتغال تعيط لك. باش تعمل؟ تقبل ديريكت تونس؟ بالطبيعه لا، باش تستنى البرتغال. السليتي رفض عائلي يعقد المفاوضات. كي يبدا يجي الرفض من العائله كاو خويا. ملف جناح في نورد الهولندي ايمن سليتي لا يقل تعقيدا اذ تصطدم محاولات ضمه برفض وكيله ووالدته الهولنديه لفكره تمثيل تونس حاليا. العزوزه قالت له ما تمشيش المنتخب الوطني التونسي. العزوزه نتاعو من هولندا. قالت له لا وليد عمي لا وليدي ما تمشيش لتونس. واذا كان فهمتي الوالده فهمتي العزوزه قالت لا لا كهو. هيثم حسن خلي عادك هيثم حسن جبد علينا يمين ويسار. ما هو مره مصر هاو تونس، هاو مصر هاو تونس. ويا ربي صبرنا وكهو. اليسون سانتوس حلم البرازيل. تعرف كان ليسون سانتوس عنده 0.000 قداش من 0.1% انه البرازيل باش تعيط له، يا بالحرام مش باش يحط سقيف في المنتخب. قال لك ما نجيش المنتخب باكش تعيط للبرازيل. وقتاش فهمتي يجي وقت البرازيل صاي تقول له لا باي باي سكر الله وسعك مانيش باش نعيطوا لك. وقت اخويا تلقاه في المنتخب الوطني. وعندكم اللومي وبن فرحات الاقرب. بالطبيعه اللومي وبن فرحات نورمالمون باش يكونوا ان شاء الله موجودين في مارس في معسكر صبري اللموشي.
هنشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي، حقق فريق قاسم باشا فوزا مهم على حساب شنيا كراغي مروك بنتيجه 3-2 في مباراه قويه. باه ميميش فيها المباراه، عطينا ادم عروس ومرتضى بن وناس كان في موعد وقدم مباراة كبيرة، لعب المباراة كامل دون تغيير، ماتش كامل فهمتي ما بدلوش، هبطوا تيتولير. بن وناس كان صاحب التمريرة الحاسمة في الهدف الأول ما شاء الله، وادم عروس قدم أداء دفاعي قوي وثابت طوال اللقاء. الثنائي تحصل على تنقيط 7.1 حسب موقع فلاش سكور. أخوي تبارك الله عليهم، ربي يبقى عليهم الستر. باه حلوة ياسر. باه يا سيدي، اليسون سانتوس بدا ياخذ فرصته مع نابولي ماي، والبارح سجل هدف. زاد سجل هدف، زاد البرازيل تحل عينها من غاديك رقدها تسيل عليه. باه ضد روما وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. ريت كل ما يقدم أداء باهي. شفتوه 0.0001% هو شاكك انه البرازيل تعيطه وتولي 1%. يزيد هو يقدم اداء باهي ويزيد يماركي بونتوات ويزيد يعمل باعماله غاديكا في باليرمو ولا وين باليرمو، يزيد يعمل باعماله غاديكا اكل 1% تولي 5%. يزيد هو فهمتني يماركي بونتوات ويفسخ ديفونسورات وكذا ويعوج يعملهم الكل تولي 20% 30% خلطة 50%. كهو شكر الله وساعد سانتوس ما عادش فهمتي لا تقيم له قائمة في المنتخب الوطني التونسي. كهو باه هنشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي تفرج منتصر الطالبي في شكون يفارع. معلم اخويا. يا سيدي الدوري الفرنسي ممتاز، فريق لوريان يحقق فوز مهم على حساب ضيفه. باهي 2 شيء. الدولي التونسي منتصر الطالبي لعب لقاء كامل، قدم اداء جيد وتحصل على تنقيط 7.3 حسب موقع سوفا سكور. في شكون يفارع، شفتوه منتصر الطالبي في شكون يفارع برجوليه. انا واحد من الناس. منتصر الطالبي من احسن ديفونسورات اللي لعبوا في تونس تو كل تاريخ تونس، من دوب ما طلع المنتخب التونسي اليومنا هذا. انا خويا منتصر الطالبي من احسن الديفونسورات اللي لعبوا في تونس. كاو باه هنشوف الخبر اللي بعده. منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني التونسي خلال كأس أفريقيا، المدافع ديلان برون احتياطي المقابلة الثانية على التوالي. حليلي باللمس فريقه سيرفت جنيف تعادل خارج ملعبه أمام فريق لوزان سبور بنتيجة 3-3 في إطار مباراة الدوري السويسري. صورة لهم ملعب المقابلة. يا خويا كبسلنا روحك خويا، هبطلنا العب شنو تو تقربوا الكوب دي موند والناس الكل في شطرها في البرناكة. الله يرحم والديكم تيبانش ناقصين احنا بالله زهر عنا برجولي. تعرف شنو بك جماعك المشرق نتاع باش يقول فمي وبرشا فهمتي منتخبات والجماهير. اعطيني حظ تونس، اعطيني حظ تونس، تونس محظوظة، تونس شنو طحنا في بول فهمتني صعيبة على الاخر في الكوب دي موند. اشترى الجوارات فهمتني يا تلقاه مضروب والا تلقاه فهمتي رومبلاسون ماهوش تيتولير فهمتي، من نكسه لنكسه وحلتنا حليله وكل علاش خاطر ركزوا معانا في عوض ما الاعلام تاعنا الاعلام التونسي يركز فهمتي مع المنتخبات الاخرين يألههم كيف فهمتي اللي تضربهم عين فهمتي يهبطوا يقاقع. لا الاعلام التونسي تاعنا يلوج على المشاهدات والفلوس هكا، فلوس داخله فلوس خارجه معلنين من غادي وكذا فهمتي يولي فهمتي يركزوا معنا احنا وركزوا على المنتخب التونسي. وكان حاجه هكا طلعت لنا حاجه باهي يمشوا يفضحوها في الاعلام فهمتي ويضربونا بعين نهبطوا نقعكوا وتو كيما تشوفوا تو. باه هنشوف الخبر اللي بعده. سيباستيان تونيكتي جناح نادي سلتيك في اخر 3 مباريات. يا الولاد ما نحكي لكمش على كميه التعليقات لهنا، البو متاع البو واللم متاع اللم سامي عوجها تجبد. كل ما فهمتش انا فما واحد كاتب في التعليق قال كل مره سيباستيان تونيكتي ما نعرفش علاش نفكر سامي عوجها. هي برا والله كيفك والله طلعت مش انا وحدي معناها تخمامي هكا. انا كل مره تونيكتي نتفكر سامي عوجها علاش ما نعرفش هكاك ولات معناها اوتوماتيك في مخي. عرفتوك الريفلكس هذاك الاوتوماتيك ما نعرفش انا. ترى منظر واحد تفكر منظر اخر، ترى حاجه ديك تفكر حاجه اخرى. انا خويا واحد من الناس ترى سيباستيان تونيكتي نتفكر سامي عوجها اش عمل فيه. وعندكم محمد علي بن رمضان اشك بشك زاد كيف زاد نفكر هو نفكر نشوف محمد علي بن رمضان نتفكر سيباستيان تونيكتي وسامي عوجها. الثلاثه ذوما حسيلوا الرابط مشترك بين سامي عوجها ومحمد علي بن رمضان اشك بشك وسيباستيان تونيكتي. الثلاثه ذوما انا مانيش باش ننساهم في مخي باش يقعد ديما في مخي. باهي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. خط هجوم المنتخب الوطني الاولمبي يو 23 استعدادا لتصفيات اولمبياد لوس انجلوس. ايوا شكون الملاعبيه اللومي سلامه الدنداني ادم العياري بوعجيله بن فرحات خليل العياري سلديتي السعيدي زيون الشطي. المنتخب الذي سيشرف على تدريب انيس بوجلبان. يا وليد عمي انيس بوجلبان عندك ملاعبيه كيما هكا ما عندكش عذر. ايوا ما عندكش خويا عذر خويا حسنا فهمتي بنتيجه باهيه.
الله يرحم والديك. شوف الملاعبيه اللي عندك متكونين في باريس سان جيرمان، طالهم متكونين في باريس سان جيرمان، عندك فهمتي الجروب فهمتي الاغلبيه نتاعها خويا متكونين في فرق محترمه. الله يرحم والديك خويا. اي ما عندكش حتى عذر، ما عندك حتى عذر كاو. باه سيدي اليسون سانتوس صرح اديتون حسيل البو صرح بو سانتوس الذي كان في السابق لاعبا في صفوف الترجي قائلا لا اليسون لم يحسن قراره بشأن إمكانية تمثيل تونس. هذه متفاهم فيها. وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية تمثيل ابنه منتخب البرازيل: نعم ربما. ايوه السيد فهمتي هاكم فهمتي عام باعماله في ايطاليا بطبيعه البرازيل باش رقدها بالسيل عليه. في إشارة إلى أن جميع الخيارات ما تزال مطروحة في المرحلة الحالية. هذيك هي ظاهرة الحكاية. خويا عيدت لي برازيل، باي باي تونس، ما عيدت ليش برازيل، أنا جايكم لتونس كاو. هنشوف الخبر اللي بعده. مهاجم التونسي السوري شادي عفيفة 21 سنة دولي سابق المنتخب الصاغر يوقع لنادي تي اس في ورشنية النمساوي. خويا أنا أي حاجة فيها الريحة متاع البلد هذه سوريا نشمئز منها، تفكر في حاجات ما عندكمش فكر. الكوباراب هذيك قشطة صفة قشتيلة ما عندكمش ولا فكرة. صحيح انا كرهتكم فيها الكلمة ذي كل مرة نعاود نقولها، اما بالرسمي والله اللي تعدى راهو مش شوية. فك الكوباراب هذيك مع سامي عبوجها كيفاش خسرنا مع سوريا، دوك المارك اللي هنا تو اللي يسكنوا اللي يخدموا معايا وكذا وصحابي كل من المشرق هذوم من الشام وكذا قشتيل على عجلة كاو. هاي سيدي مشيو عمكم حنا باع المجبري وحسيتوا تصاور هذوما شنو قال لك. خلينا نبدلوا ايوا ça fait vraiment plaisir de les voir aussi performants en ce moment. شكون من الملاعبيه؟ هما الملاعبيه حنا باع المجبري، سليمان، تونيكتي، عياري، صلي على النبي، كلهم امورهم واضحه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وعمكم فاليري 9.1 سوفا سكور، حنا باع المجبري. ان شاء الله خويا ربي يبقى عليهم صدر، ان شاء الله يكونوا بالطبيعه موجودين ان شاء الله في القائمه في مارس باش يعلن عليها المدرب الناخب الوطني التونسي صبري لموشي. اشكون باش يمثل اليسون سانتوس حسب رايكم؟ تشنيه مالله سؤال يا ولدي. ظاهره كان عيطت له البرازيل تو يمشي البرازيل، ما عيطتلوش البرازيل. هذا تقول لابس فهمتي مريول تونس، تصوروه بالله هكا لابس مريول المنتخب الوطني التونسي يبدا فهمتي يبرك فيها على بعضها. حليلي ان شاء الله خويا ربي يكتبه لنا ان شاء الله فهمتني البرازيل ان شاء الله عيناه تتعمى عليه فهمتني، ما يقول لك لا حكايته فارغه فهمتني، ولا البوست اللي باش يلعب فيها برشا جوارات اقوى منه كذا. ان شاء الله خويا ما يعيطولوش وكاو. لنا وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه. لولاد رمضان على قريب، ابرامو بعد غدوه رمضان، غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله. رمضانكم مبروك وان شاء الله ربي يحييكم لمثاله. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.